عالدغري انا جعان، عالدغري انا لسه واكله وبصراحه جعت. الاكله دي يا جماعه بتنزل كده على القلب، تطبطب عليه مش على المعده. هنعمل النهارده مع بعض كوارع بطريقه ان شاء الله تكون حصري عندي، ما شفتهاش في اي حته تاني، واكتبي لي في الكومنتات. وهنقدمها بطريقتين مع ورق العنب طبعا، وكمان فتة كوارع، وهنعملها بطريقه ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلتلك هتلاقي أسرار كتير جدا في الفيديو ده. بسرعة حط لايك وكومنت حلو منك كده، تسلم ايدك يا دودو، ودعوة حلوة في الأيام الجميلة دي من القلب وليكي بالمثل. ويلا بسرعة على الفيديو. رحت عند الجزار، جبت واحدة كارع ما شاء الله اللهم بارك كده، حاجة تستاهل بقكم، نضيفة وزي الفل. اختاري الجزار اللي انت بتجيبي من عنده او بتتعاملي معاه يكون كويس كده، وحاجته تكون زي الفل زي ما انتوا شايفين. جبت طبعا الكارع اللي هي القدامية، ما تجيبيش الورانية عشان تبقى ملزلزة كده وتبقى مليانة وزي الفل. هنضيف بقى حبة دقيق من قبل ما نحط عليها مية ولا اي حاجة، ومعلقتين 3 من الملح الابيض، ودعكيلي الكوارع كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. لا هتشمي بقى ريحة زفارة ولا اي حاجة خالص. لو لقيتي بقى فيها شعر ولا حاجة بتشيليها بالسكينة في الوقت ده. لكن انا عندي ما شاء الله الكوارع كانت زي الفل، عايزة بس تدعك دعكة كويسة كده، وتتنقع شوية في الدقيق والملح كده والليمون وحاجة كده ما شاء الله. هنغسلها كويس جدا بايدينا بعد ما ضفنا المية، وهنجيب 3 ليمونات كده وناخد العصير بتاعهم، وهنسيب كمان القشر بتاعهم. بصراحة الليمون بتاعي كان صغير جدا ومش قادرة اقول لكم، بس يلا اهو ماشي حاله. هنبتدي كده نعصر الليمون ونسيبه. هنسيب الكوارع في المحلول الناعي ده قد ايه يا دودو؟ هتسيبيها من نص ساعة لساعة ساعتين زي ما عندك وقتك يسمح. انا سبتها نص ساعة اهو. ندمج كله مع بعضه كده ونغسل كويس جدا، وهنسيبها بقى ونرجع نشوف هنعمل معاها ايه. اهو سبتها كده لمدة نص ساعة. هاخد الكوارع اشطفها شطفتين 3 كده تحت الحنفية، مية جارية واحدة واحدة كده، وكمان هنصفيها. وبعد ما نصفيها نجيب حلة بقى على البوتاجاز، نضيف فيها معلقتين 3 كده من الزبدة او السمنة، نخليهم تقدح كويس، وتسمي الله كده وتصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتنزلي بالكوارع قطعة جنب قطعة كده عشان تاخد صدمة. وبعد كده ندي تقليبة. وفي الوقت ده كنت جهزت معايا حبايتين من الطماطم وجزرتين قطعتهم كمان شرايح، وكمان بصلتين هنضيفهم دلوقتي اهو. وكمان عندي البهار عبارة عن كله صحيح، فلفل اسود صحيح، وكمان ورق لورا وحبهان، وكم عود كده من القرنفل. ودي تقليبه بقى كده. وفي الوقت ده وانتي بتقلبي كده شمي الريحة وادعيلي دعوة حلوة من القلب، لان الريحة هنا كانت تحفة. في الوقت ده كنت حاطة حلة اهو كبيرة على البوتاجاز العين التانية، وكنت مخليها تغلي. لازم تضيفي المية تكون بتغلي على الكوارع. ما شاء الله اللهم بارك. غطيتها ورجعت لها تاني، مفيش اي خالص ريم ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده والله. سيبيها بقى غلوتين 3 وتسيبيها تهدي النار عليها عشان تستوي بقى ايه براحتها. تعالوا بقى، كان عندي كده حبة ورق عنب، وهنجيب الطاجن بتاعنا الجميل ده نضيف فيه معلقتين 3 كده من الزيت، وبصلايه نقطعها شرايح، وكمان كام حبايه من الطماطم كده، حبايه او 2 شرايح، ونص معلقه صغيره كده من الثوم المفروم او المهروس. او لو ما عندكيش مفرزه يعني ممكن تجيبي فصين 3 كده من الثوم وتقطعيهم شرايح. وهرص كده عندي الطواجن اللهم بارك، حاجه كده ما اقولكوش، هي ما شاء الله تتكلم عن نفسها. قطعت شرايح ليمون وضفت كمان كده عصير ليمونه، عايزاه يبقى مزز وحلو معايا كده. دي بقى شوربه الكوارع. طلعت حبه كده في بوله وظبطت الملح بتاعهم، وابتديت سميت الله كده ونزلت بالشوربه. وفي الوقت ده لو ممكن تضيفي معلقتين من السمنه او الزبده، انا بصراحه نسيت، فانت بقى ما تنسيش ضيفي معلقتين كده من الزبده، يدوكي لمعان وطعم تحفه لورق العنب.
وزي ما قلنا الشوربة اللي انا ضفتها من شوربة الكوارع. هقفل بقى كده بورق فويل وعلى الفرن على طول. طبعا الفرن في الوقت ده كنت مولعاه قبلها بربع ساعة، سخن معايا جدا. ودخلت بقى عندي كده ايه الطواجن. تعالوا نعمل حبة رز ابيض كده، لزوم بقى ايه فتة الكوارع. حبة كده من الزيت على حبة من الزبدة، ونزلت كمان بفص مستكة يسيح معاكي. وبعد كده تسمي بالله وتنزلي بكمية الرز اللي انت عايزاها، منقياها وغسلاها ومصفياها. ندي تقليبة حلوة كده، نخلي كده نقلب لغاية ما الرز بتاعنا يخشول كده ويتنطر كده واحدة من واحدة زي ما بنقول. وظبطت الملح بتاعي، لان زي ما احنا عارفين ان الشوربة في الوقت ده ما كنتش ضفت لها ملح في الكوارع. الملح بنضيفه اخر حاجة لما الكوارع تبتدي تدخل في السوا. هسمي الله وننزل كده بالشوربة بتاعتنا. تعالوا نختبر بقى الشوربة. تحطي كده المعلقة ما تتحركش، يبقى الرز مظبوط. للناس بقى اللي عارفة، عقلتين صباع فوق الرز. وبغطي بقى على الرز بتاعنا وتسيبيه لما يتشرب ربع ساعة كده على نار هادية خالص، يبقى معاكي زي الفل. استوى الرز وشيلته. تعالوا نعمل بقى الشغلانة كلها في الموضوع اللي احنا هنعمله ده. ايه هي؟ التتبيلة او الصلصة او التسبيكة، يعني سميها زي ما انت هتسميها. للكوارع بصلتين 3 كده، ونزلت كمان بنص معلقة صغيرة من التوم، ونبتدي ندبلهم يتبلوا بس معايا. هننزل بقرن فلفل كده سبايسي. لو انت بتحبي الحاجة سبايسي ضيفي السبايسي. كمان كان عندي فلفل رومي، لا فلفل الوان سوري، احمر واصفر كده. ونبتدي برضو ننزل، كنت مقطعاهم شرايح بالشكل ده، تخليهم يتبالوا مع بعض. وبعد كده تنزلي ب4 حبايات من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة، 4 5 كده مش هيقولوا حاجة. في الوقت ده ظبطي عندك كده بهاراتك وملحك. ضفت فلفل اسود وسنة من الكمون وملح. نبتدي ندي تقليبة ونغطي بقى الصينية بتاعتنا على نار هادية. وتعالوا نشوف الكوارع. هنا كانت ما شاء الله دخلت في السوا، لا هنا كانت خلاص استوت، لان انا خلاص هضيف الملح. بوريكم خلعت خلاص من العظم كده، تبقى زي الفل. بص الشوربة بتاعتها تحفة. ظبطت الملح بتاعي، ضفت الملح برضو معلقة ملح حلوة كده. وشكرا للكوارع كده هنطلعها ونخليها. تعالوا بقى هنا بعد ما اتشربت معايا التسبيكة بتاعتنا النهاردة، او الصوص بقى بتاع اللي هنحط فيه الكوارع. نزلت بمعلقة حلوة كده من الصلصة، ندي تقليبتين حلوين. وبعد كده ضيفي 4 كوبشات من الشوربة بتاعت الكوارع، وهنسيبها برضو على نار هادية. وفي الوقت ده كنت قطعت الكوارع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وخليتها. سمي الله كده بقى وانزلي كده بالكوارع. اللهم بارك. في الوقت ده كل ما تشم الريحة الجميلة اللي انا شميتها تدعيلي دعوة حلوة من القلب. ندي تقليبة حلوة وهنسيبها برضو على نار وسط كده لغاية بقى هنقولها على العين التانية. وهنعمل بقى ايه؟ الطشة بتاعت الكوارع. في الوقت ده كنت جبت 4 ترغيفة كده من العيش اللي كان عندي، حمصتهم في الفرن. وبحب احمصهم اخليهم لونهم بني كده، يبقى عامل زي البسكوت، يبقى مقرمش جامد. تمام. تعالوا بقى هنا نعمل مع بعض ايه الطشه. حبة زبدة بقى حلوين على معلقة توم او معلقتين من التوم كبار كده حلوين محترمين. ونزلت عليهم بنص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وحمري بقى التومة بتاعتك. طبعا التومة كان فيها فلفل اخضر سبايسي، برضو احنا بنحب الحاجة سبايسي. اتحمرت معايا كده. سمي الله وانزلي بقى كده ايه بربع كوبايه من الخل. طبعا انا بحط بالبركه، بس انا بقولك لو انت بقى بتعايري وكده. اما تغلي معاكي انزلي كده بسنه من الملح وسنه من الفلفل الاسود وسنه من الكمون. ودي تقليبه ويلا يا وعدي وشم الريحه. اللهم بارك. سمي وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانزلي كده على الكوارع بالدقه الخطيره دي او الطشه الخطيره دي. وخدت نصها برضو للعيش.
ونقلب كويس كده في العيش، وحبة شوربة كمان، جبت كبشة كده من الشوربة على العيش برضو. وما شاء الله في الوقت ده هتشمي احلى واجمل ريحة والله، والطعم احلى واحلى كمان. هنا بقى هنضيف الرز بالشكل ده. الرز اللهم بارك، رزاية من رزاية وحاجة كده عسل. عايزة بقى تقدمي كده الكوارع على الوش قدمي، عايزة تقدميها في طبق لوحدها قدمي. انا حطيتها كده على وش الصينية، لان انا مش عاملة صلصة، فانا هكتفي بالكوارع اللي على الوش. اللهم بارك، الطعم والله العظيم مهما احلف، انا ما بحبش احلف كتير على حاجة عاملاها، بس بجد اعمليها وانت مغمضة، بس اسمعي الفيديو للاخر وخدي كل تركة اعملي بيها. هنا عندي بقى الطواجن اللهم بارك طلعت من الفرن كده. نشيل بقى كده شرايح الليمون، وعلى طول بقى حطي كده الكوارع بتاعتك. وحلفتك بالله تعملي لايك بقى للفيديو ده، وكمان شير، وتدعيلي دعوة حلوة كده من قلبك، وليكي بالمثل بظهر الغيب. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبالعيد دايما متجمعين ومتهنيين، ودايما يا رب كده الخير في بيوتكم وبيوتنا جميعا. اللهم بارك. هنا بجد الشكل والطعم بيتكلم عن نفسه. السلام عليكم.